السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عبدو رضا. طبعا جمعة مباركة عليكم. بصور لكم النهاردة من يوم الجمعة، والنهاردة ان شاء الله يا شباب هقول لكم ازاي تبيع شعبية ببجي، وازاي تبيع كروت منزل ببجي مقابل شدات او مقابل كاش او اي شيء. تمام. وبرضه هشرح لكم لو انت عايز تكسب في معارك الشعبية وعايز تشتري شعبية ببجي هتقدر تتواصل معايا برضه. تمام يا صديقي. تعالى دلوقتي يا صديقي اقول لك ازاي تبيع الشعبية اللي عندك دلوقتي. لو انت معاك دلوقتي او شعبية بالشكل ده، وعندك فراخ كده مثلا، او عندك سيارات، او عندك ورد، وعندك موتوسيكلات، او عندك كروت 50,000 شعبية بالشكل ده يا صديقي، تقدر تبيع كل الحاجات دي مقابل اغلى الاسعار، وبتقدر تشحن شدات كمان او تاخدهم فلوس. تعالى يا صديقي اقول لك، وكمان هقول لك النهارده ازاي تبيع كروت المنزل بالشكل ده يا صديقي علشان تكسب معانا شدات وفلوس باذن الله مع عبد الرضا. طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على حبيبنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التليجرام هتلاقوها تحت برضو. وان شاء الله هتكسبوا كلكم بعد الفيديو ده، وتقدروا تبيعوا الشعبيه بتاعتكم كلكم. طبعا يا شباب اول حاجه ازاي تبعت الشعبيه دي علشان برضو الناس ما بتكونش عارفه. بص يا صديقي، انت بتدخل مثلا على اي شخص هكذا بالشكل ده، اي شخص كده يا صديقي بالشكل ده، وتضغط عليه كده، وبعدين تخش على البروفايل بتاعه، هتلاقي في معركة شعبية بالشكل ده يا صديقي. بتدخل على المعركة دي، ده لو انت عايز تبعت له شعبية، وبعدين بتعمل دعم الازرق اللي هو هتبقى اسمه بابلو اهو، وبعدين هتبعت له كده بالشكل ده الفراخ او مثلا كده، بتبعت له الفراخ بالشكل ده كده. ادخل يا شباب للمنزل والكلام ده يا شباب. بعد ما تعمل لما معركه المنزل بتبدا، شايفين البتاعه بتاعه الشعبيه اللي ظاهره قدامكم دي؟ بتظهر واحده زيها بالظبط في الناحيه التانيه، ناحيه المنزل اللي هي مكتوب منزل ده كده، بيظهر في الناحيه دي يا شباب المعارك والحاجات دي يا شباب بتظهر في الكلام ده. ممكن برضو في نفس الوقت كده انت ممكن تبعت له من الشكل ده، ممكن تروح عامل هنا ارسال كده، بس عمله المنزل ما بتظهرش دلوقتي يا شباب، بتظهر لما المعركه تبدا، ولازم تبعت له كده بالشكل ده. مثلا لو احنا دخلنا على المنازل بالشكل ده، لو جينا هنا في المنزل كده بالشكل ده يا صديقي، وجينا هنا على المنازل بالشكل ده يا حبيبي اخوك كده بالشكل ده، لو جينا هنا على المنازل هتلاقي مكتوب عندك او موجود عندك المعركة هنا بتبقى موجودة هنا، بتضغط عليها كده يا صديقي زي معركة الشعبية، بتبقى موجودة في الناحية التانية عند المنزل كده يا صديقي. تمام. ممكن احنا نجيبها من هنا اهو، الحفل السنة ممكن تلاقي هنا يا صديقي الحاجات كلها، وهتلاقي هنا برضو اللي هو معركة المنزل هتبقى ظاهرة عندك هنا، وبتكون كل حاجة ظاهرة يا صديقي عندك هنا، وبتقدر تبعت الكروت زي ما بعت بالظبط المنزل كده. زي ما بعت المنزل بتقدر تبعت الكروت يا صديقي، بتقدر تبعت كروت المنزل بالشكل ده. عندك مثلا هنا لو جينا هنا مثلا وجينا هنا على الكروت مثلا اهو، الكارت الواحد من ده يا صديقي بيديلك فوق ال 100 شعبيه منزل و100 تصويت منزل. ازاي بقى تبيع يا صديقي؟ اقول لك ازاي تبيع. انا عرفتك ازاي تشتري دلوقتي، يلا بينا يا صديقي اقول لك ازاي تبيع الكروت الشعبيه والكروت المنزل والشعبيه نفسها. بص كده يا صديقي، مثلا احنا دخلنا اهو، طبعا اللينكات دي كلها ده جروب الشعبيه يا صديقي. تمام. اللينكات دي كلها هسيبها لكم تحت في الوصف، لينك جروب الشعبيه ده ولينك جروب المنزل اللي هو ده. تمام. احنا دلوقتي مثلا هنبدا بلينك جروب الشعبيه. طبعا معركه المنزل هتبدا النهارده، فلازم كلنا نبدا دلوقتي وندخل الجروبات دي علشان نبيع. طبعا يا صديقي هنا تعالى اقول لك ازاي مثلا تبيع. هنا مثلا بيقول لك مطلوب كل 12 كي ب 60 يو سي. هنا هتقول له مثلا انا معايا 12 كي مثلا كده، لو واحد مطلوب كلمني خاص مثلا كده. انت دلوقتي لو هو مش ادمن، تمام، لو هو مش ادمن بالشكل ده كده يا صديقي، هتضمنه ازاي او تعرف منين اللي هو مش نصاب؟ بتيجي هنا يا صديقي وتعمل مثلا اعمل حد يضمنك، تكتب كده حد يضمنك بالشكل ده يا صديقي. تمام. بالشكل ده زي ما انت شايف كده حد يضمنك. اول ما تجيب حد بيقول لك حد يضمنك او اي حاجه، هتعمل هنا تكتب مشرفين بالشكل ده يا صديقي، وبعد ما تكتب مشرفين بيتعمل منشن للمشرفين ده. ما تتعاملش مع حد او اي حاجه الا لما يكون في مشرف ضمنه. المشرف مثلا كده واحد هيجي دلوقتي هيكتب لي مثلا كده، انا مثلا زي ما انا عملت كنت عامل امبارح كده، هتلاقي في مشرف كاتب اهو. لو احنا جينا مثلا تعاملات المشرف واحد كده مثلا هيجي دلوقتي اهو، تعال اوريك سكرين ضمان مثلا، اوريك ازاي الادمن بيضمن. تمام. بص كده يا صديقي، واحد بيقول اضمنك اهو ما اضمنش اكواد، فاهمني؟ زي ما انت مش شايف اهو، اضمنك ما اضمنش اكواد، زي بالشكل ده يا صديقي، واحد قال له اضمنك. تمام. ده تعامل مثلا لازم ادمن او مشرف يقول لك اضمنك عشان ما يتنصبش عليك يا صديقي، زي ما انت شايف بالشكل ده.
تمام زي ما انت شايف بالشكل ده يا صديقي. طبعا لو في ادمن معانا، طبعا زي ما انا قلت مثلا، كنت واحد عامل لي سكرين عشان اقول له اضمنك ولا لا، فانا قلت له اضمنك بالشكل ده يا صديقي. تمام، وقلت له اضمنك التعامل ده زي ما انت شايف كده يا صديقي. تمام زي ما انت شفت انا قلت له اضمنك التعامل ده، وزي ما انت شايف كده اهو. هتلاقي دلوقتي يا صديقي زي ما انت شايف دول ادمن، اما تكتب مشرفين، وهكذا جروب بيع الكروت برضو زي ما انا قلت لك نفس الحاجات دي. التعاملات كانت فوق اهي، بس الجروب كان مقفول عشان المعركه لسه هتبدا اهي. زي ما انت شايف المعركه لسه هتبدا يوم 30. طبعا لو انت عايز تشتري يا صديقي بقى، هتلاقي لو عايز تشحن شدات او تشتري، هتلاقي لينك الستور بتاعي برضو هسيبه لك تحت. تمام، ده لو عايز تشتري شعبيه. لو انت عايز تكسب في الشعبيه وتشتري شعبيه، عندنا بنبيع ال 100,000 شعبيه ب 11 دولار، وال 200,000 ب 21 دولار، والمليون شعبيه ب 101 دولار، وهكذا يا صديقي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم عبد رضا، والسلام.